السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بسكوت الشاي بطريقة سهلة جدا، والمقادير بتاعته كلها موجودة عندنا في قلب البيت. والكيلو هنعمل كيلو من البسكوت وهيرمي معاكي كمية كبيرة جدا، وتقريبا المكونات بتاعته كلها موجودة في قلب البيت عندك. يلا نشوف المكونات بتاعته ونبدأ نشوف الطريقة اللي هنعمل بيها البسكوت ازاي. كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي هي اللي هنستخدمها في قلب البسكوت. تقريبا كلها موجودة عندنا في قلب البيت. كوباية سكر، ونفس الكوباية زيت، وأربع معالق جوز هند. جوز هند اللي هو مش ناعم قوي، لو عندك الناعم مش عادي هينفع. وأربع معالق سمسم، وتلات بيضات، واتنين فانيليا، وواحد بيكنج باودر. أول حاجة هنعملها هنكسر التلات بيضات، هنحط عليهم كوباية السكر. اهي كوباية السكر هننزلها على التلات بيضات، وهنفضل نقلب بالمضرب البيض مع السكر لحد ما يندمج مع بعضه، وتبدأ حبيبات السكر تدوب مع البيض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ولا هتحتاجي عجان ولا هتحتاجي مضرب كهرباء، بالمضرب السلك العادي هتعملي بسكوت الشاي تحفة، وهتعمليه بعد كده على طول من سهولة الطريقة بتاعته. هنا هو كيسين الفانيليا هفضيهم على السكر والبيض زي ما انتوا شايفين كده. هقلب برضو تاني، حاول اقلب شوية كده لغاية لما احس ان السكر داب خالص مع البيض. بعد كده هحط، بصوا هنا بدأ يعمل رغوة. انا طبعا قلبته فوق شوية شوية غير اللي هما في الكاميرا دول، قلبت شوية حلوين. وبعد كده هحط كوباية الزيت، يا ريت ننقي زيت يكون ريحته كويسة عشان ما يبانش في البسكوت. انا عارفة ان الزيت اليومين دول غالي، بس هو الكمية اللي هيرميها هتبقى كتيرة قوي، وفي الاخر هتعرفي ان هو موفر ليكي بدل ما تشتري اي حاجة من بره مع الفطار. خلاص كده المكونات اندمجت ببعضها كده، قلبنا كل المكونات السايلة. هنحط بس نص كوباية مية، وهديها تقلبتين هي كمان مع باقي المكونات. كده كل المكونات السايلة ايه دمجناها مع بعضها. هنا بقى بعد كده انا هجيب الدقيق، انا نخليه مرة قبل كده وهنخله مرة تاني قدامكم. ده كيلو دقيق، دقيق سايب عادي اللي هو متعدد الاستخدامات. هحطه على البسكوت، يعني هتقدري ان انت تعمليه باي نوع من انواع الدقيق، مش هقولك جيبي دقيق البسكوت معين. هنا هنخله هنزله على الخليط اللي انا عاملاه. انا نخلت الدقيق ده مرة قبل كده، ودي تاني مرة ماشي، عشان ادخل هوا جوه الدقيق وتبقى البسكوتة هشة. هنا كل كيلو دقيق هنخله مرة واحدة على الخليط السائل اللي انا عملته تحت، وبعد كده هقلبه. هنا اهو في بقى بقية الحاجات، البودر اللي هي محطوطة هي اللي هنحطها عليه، يعني زي البيكنج باودر. كيس البيكنج باودر كله هحطه، وهحط كمان ذرة ملح اهي، حوالي ربع معلقة ملح. وهحط جوزة الهند، وهحط السمسم، هنا الاربع معالق سمسم اهو، وهحط كمان الاربع معالق جوز هند اهوت كده. وبعد كده هقلب كل المكونات ببعضها. هتقلبي شوية بالمعلقة اللي انتي بتقلبي بيها، وبعد كده لازم تقلبي بايديكي، بس مش عايزة عجن، متلتيش في العجينة، تلمي العجينة. انا عايزة نلم العجينة، انا مش عايزة اعجن واخلي العجينة تعمل عرق. فهتعملي ايه؟ هتلمي العجينة زي ما انا بلمها كده. بصوا انا بلم الدقيق كده مع بعضه واضمه بايديا. انا مش عايزة غير كده، لكن مش عايزة العجن وادوس بقى ايه على العجين والكلام ده اهو كده. هنا كان بدأ خلاص كله يندمج ببعضه، هديله تقلبتين تلاتة كمان اهو كده. خلاص كانت العجينة كلها
اندمجت مع بعضها في الوقت دوت هجمعها كلها، وبعد كده هسيبها ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده نبدأ التشكيل بتاعها. كده تلمي فيها زي ما انا مورياكي كده، لكن ما تعجنيش وتلتي في العجينة عشان ما تعملش عرق. انا مش عايزاها تعمل عرق خالص، عشان ما تقلبش معاكي لمعجنات ما تبقاش بسكوت. هتغطيها بقى باي قماشة نظيفة او باي بلاستيك، اي حاجة عندك غطيها بيها واركنيها ربع ساعة ترتاح، وبعد كده ابدأي شكليها بقى زي ما انت عايزة تعمليها بالمكنة اعمليها، عايز تعمليها بمكنة البيتش فور اعمليها، عايز تعمليها بالقطاعات اعمليها، عايزة تقطعيها بالسكينة، اي طريقة تشكيل هتناسبك اعمليها بيها. انا هوريكم الطريقة اللي انا عملت بيها البسكوت. الصراحة البسكوت دوت سهل جدا، ومكوناته موجودة في قلب البيت، وبيرمي معاكي كمية كبيرة، ونتيجته هتخليكي تشجعك وتخليكي تعمليه مرة واتنين وتلاتة. اهو. طبعا تقدري تزودي في السكر لو انت عايزاه معسل اكتر من كده، تقدري تقللي في جوز الهند او في السمسم، او تستغني عن حاجة منهم، او ما تحطهمش خالص. مش هيغيروا حاجة مش هيغيروا اي حاجة من الطريقة، بس كل الحكاية ان الطعم هيختلف بس، لكن هيديكي نفس النتيجة. هنا بقى بالفرادة كده على الرخامة افردي العجينة جزء جزء، طبعا مش كل العجينة مع بعضها، افرديها وما تخليش السمك بتاعها كبير قوي، لان هي هتخمر معاكي شوية. بصوا رقيقة قد ايه، لان هي كده كده هتخمر معاكي شوية كمان، لان احنا حاطين لها بيكنج باودر. بالقطعات المربعة، وهقطع البسكوت. عندك قطعة قلب، مربع، نجمة، اللي يعجبك. اي اشكال عندك ممكن تقطعي بيها البسكوت، تعملي الاشكال اللي تريحك. ما عندكيش ممكن بسكينة، اي حاجة عندك هتقدري ان انت تشكليها البسكوت براحتك خالص. اهو. انا بخلي الفرن والع، يعني من اول دلوقتي كده ولعت الفرن عشان الفرن يسخن، وبخليه على درجة وسط يعني 180. وبحط الصواني اللي انا بسوي فيها في النص، يعني اول ارتفاع في الفرن بحط الشبكة عليه وبحط الصواني عليه، ماشي. وبروح حاطه بقى البسكوت، وبفضل عينيا عليه واقلبه واضيره كده اهوت لغايه لما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها واللون اللي انا عايزاه. يعني من الاخر عينك تبقى على البسكوت بتاعك، لان مش كلنا بوتاجازاتنا زي بعضها. اهو كده. طبعا العجين اللي فايض دوت بعلمه تاني، وبرجع افرده تاني، وبرجع اشكله تاني. هنا بقى كمية على فكرة كبيرة، وكان لسه في شوية كمان بيستووا. بصوا عامل ازاي خفيف، وزي بسكوت ميري اللي هو اللي بيتباع بتاع الشاي ده، بس زايد عليه بقى طعم السمسم وجوز الهند كمان. طعمه حلو قوي وخفيف، وبصوا عامل ازاي دايب خالص. هيعجبك وهيعجب ولادك، وهينفع قوي مع الشاي في اي وقت، مش هيفطر بس، تقدري انت تاكليه مع الشاي في اي وقت. الطريقه بتاعته حلوه وسهله، والسوا بتاعه كمان بيبقى مش محتاج ان انت تتابعيه قوي يعني. فياريت الكل يعمله وينفذه، مش هيتعبكم وهيرمي معاكم كمية كبيرة. ويا رب تكون الطريقة خفيفة والكل يعرف يعمله. انا في ثواني رحت عملت كوباية شاي وكلته معاه، بجد كان طعمه حلو قوي، ياريت تجربوه، حلو جدا. ورمى معايا كمية كبيرة، قعدنا كذا يوم ناكل فيها. يا رب الطريقة تكون خفيفة عليكم والكل يعرف يعمله. وقابلكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.